هم دول الشرطين بتوعي اللي انا قلتهم، ان قصاد ده يحصل ده. ما مش ممكن تاخد كل حاجه. نعم. فانا كلام واضح جدا. قصاد الاثنين دول اعتقد ينعقد جمعيه عموميه. بس انت شايف انه منطقي انه الانديه تروح تلعب في بورسعيدي يعني، او بعد شويه؟ لا ما قلتش دلوقتي، بعد سنه يعني، بعد سنه يعني بعد سنه ان شاء الله. شايف النادي الاهلي ان شاء الله، شايف النادي الاهلي يروح يلعب في بورسعيد والنادي المصري يجي يلعب في القاهره عادي يا استاذ كامل؟ بص، مباراه الاهلي ممكن يكون لها حل خاص. مباراه الاهلي مصر مش خصومه مع كل انديه مصر. ولا اصلا احنا اصلا خصومه مع النادي الاهلي. احنا لو على مستوى الادارات ما فيش اي مشكله خالص. لكن احنا عارفين عشان الاحداث اللي حصلت ممكن النادي الاهلي يكون له وضع خاص. ممكن المباراه تتلعب في اي مكان. طب وهل سهل انه المصري هيجي في القاهره وهيجي يلعب مباراه، ولا انت بتراهن على الوقت يعني؟ انا براهن على الوقت. والوقت اكيد في خنا وشويه. اكيد في ظروف كتير جدا ممكن تتغير. نفسيه الناس، حاجات كتير جدا. والناحيه الزائد اكيد ان الظروف السنه الجايه كمان سنه هتبقى احسن من السنه دي. يعني الظروف هنا بتطلب ايه من الجمعيه العموميه في النادي المصري؟ لا، الجمعيه العموميه بعد كده تاخد هي القرار. لكن انا راح بمبادره وليس قرارا. نعم. وبحط الوقت الكوره في يعني انت دلوقتي ما بتتكلمش كرئيس للنادي المصري؟ لا. وانا كلامي واضح في هذا، وحديثي فعلا واضح. لو حديثي طلع بالتفصيل، انا عارف ان النهارده الجريده ظهرت بس العناوين، لكن جوه انا بتكلم مواطن بيحب بلده وخايف على مصر. نعم. وعاوز الكره تستمر، وعاوز الحياه تستمر. نعم. هل في مبادرات سريه لا او في محاولات يا كابتن انا قلت لك من الاول ان انا هيجي لي اتصال هاتفي. لا ما بتكلمش على ده. لا ما بتكلمش على ده. الحاجات دي اطلاقا. بتكلم على ازاله الاحتقان اللي موجود ما بين الجماهير. بص يا كابتن، احنا حاولنا بكل الطرق. واعتقد يعني كل الطرق ما فيش حد يعني نعم. اتفضل يا استاذ كامل. الو. بقول لك ما فيش حد قادر لحد النهارده يعمل هذه المبادره. نعم. فانا بقول يعني ديت يعني حل للمشكله في الموسم القادم. استاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري يشكرك شكرا جزيلا، ومبادرته واضحه جدا استقبالها ممكن الناس ترفضها. هو في البدايه اكد انه موقف النادي المصري في المحكمه الفيدراليه قوي جدا، وطلب ان اتحاد الكوره يسحب القضيه اللي موجوده في المحكمه الفيدراليه بحجه انه دي هتغرم اتحاد الكوره، هتغرم النادي او هتغرمه هو شخصيا لانه اللي بيدفع. نمره 2 قال انه النادي المصري يعود عامل مقبل للعب على ملعبه وسط جماهيره، ومقابل انه المصري الموسم ايضا لا يلعب، لا يشارك في بطوله الدوري العام، مع تاكيد واضح من اتحاد الكوره بخطاب قرار رسمي بحقيه النادي المصري في اللعب في الدوري العام الموسم بعد القادم، وعلى الوقت انه كفيل انه ينهي الازمه. اما مباراه الاهلي والمصري فلها وضع خاص تماما، واكد انه دي مبادره منه كمواطن من ابناء بورسعيد، واكد انه لن يترشح لرئاسه النادي المصري مره. مبادره، كلام ممكن يعجب، كلام ممكن ما يعجبش، في حاجات عجبتني، في حاجات او حاجات انا اقتنعت بيها، حاجات ما اقتنعتش بيها، لكنه في كل الاحوال هو يعشق مدينته، يعشق بلده، وبيحاول انه ينهي ازمه صعبه جدا.